مظاهرة، انتفاضة، إضراب، عصيان مدني، ثورة. أشكال الناس بتعبر بيها عن غضبها، عن رأيها، عن اعتراضها على قوانين أو سياسات أو مسؤولين سياسيين أو إداريين. رغم اختلاف درجات التصعيد بين وسيلة وأخرى، إلا أن بتجمعهم كلهم حاجة واحدة، وهي أنهم جميعا وسائل سلمية. المظاهرة بتقوم بيها طائفة معينة أو فصيل معين أو مجموعة من الناس بطلبات معينة في مكان معين وزمان معين. أما الانتفاضة فغالبا بتكون ضد المحتل، وبالدرجة الأولى بتطلق على جهاد الفلسطينيين ضد المحتل الصهيوني. الإضراب غالبا أيضا ما بيقوم به العمال ضد صاحب العمل المطالبة بحقوقهم المهدرة. الثورة هي التي لا تبقي ولا تذر، بتشيل النظام من جذره. العصيان المدني هنقف عنده وقفة سريعة باعتبار ان احنا بنسمع عنه الفترة الأخيرة كتير جدا. يعني نقدر نقول ان العصيان المدني نسميه الاحتجاج السلمي الناعم، اللي انت بتعصي القانون وفي نفس الوقت بتطبق القانون. العصيان المدني بيحتاج إلى نوع من أنواع الرقي والثقافة العالية جدا والوعي والإدراك من كافة طوائف الشعب، لأن اللي بيقوم بيه كل الشعب بكل فصائله بكل شرائحه بكل طبقاته. عشان كده بنقول إن العصيان المدني أرقى درجة من درجات التعبير عن الرافض. المدني مش معناها عكس العسكري، لا، المدني معناها لا عنف، وسيلة لا عنف فيها، بتعتمد على حاجتين: لا عنف ولا مظاهرات ولا صياح. اشكاله ان في شكلين: الناس ممكن تقعد في بيوتها ما تنزلش الشارع، مفيش اي حياه ولا اي نوع من انواع الحياه في الشارع، مفيش مستشفيات، مفيش محلات ولا سوبر ماركت، مفيش وسائل مواصلات خاصه او عامه، مفيش بنزينه فاتحه، مفيش مدارس، مفيش مصالح حكوميه، مفيش اي نوع من انواع الحياه في الشارع. وده طبعا النظام القائم ما بيقدرش يصمد قدامه 24 ساعه. النوع الثاني ان الشعب كله بينزل الشارع بكل فصائله، برضه بكل طوائفه وبكل اعماره، شيوخ، كبار، صغار، شباب، بنات، اطفال، بنات، كله بينزل بيلبس لبس واحد موحد، اما ابيض مثلا او اسود، وبيقعدوا في الشوارع العموميه في نهر الطريق او بيقعدوا على الارصفه. وبرضه زي ما بقول مفيش عنف، مفيش اي هتافات ولا مؤيده ولا معارضه. وحتى تعاملنا مع الشرطه في حاله ان هم بيقبضوا على احد الاشخاص اللي هم المشاركين في العصيان المدني، بيتعامل معاه بدون اي مقاومه، مفيش عنف. احنا قلنا الاساس في العصيان المدني لا عنف، بيتعامل معاه برقي وبتحضر، بيروح معاه حتى في حاله ان هو بيسبه او بيشتمه، بيتعامل معاه برضه بقمه الرقي والتحضر، اما ان هو بيسكت او ان هو بيحاول يرد الاساءه بالاحسان، واحيانا بتكون الابتسامه ابلغ من الكلام وابلغ من الرد. يعني التاريخ بيحمل لنا بعض النماذج الناجحه من العصيان المدني. عندنا في الهند المهاتما غاندي، عندنا في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، عندنا في امريكا مارتن لوثر كينج، عندنا في السودان في 2 عصيان مدني نجحوا نجاح باهر جدا في اسقاط 2 من اعتى الانظمه الدكتاتوريه العسكريه في العالم، سنه 41 وسنه 85. هنا في مصر العصيان المدني مش جديد علينا برضه. سنة 1919 تم توقف وشلل تام في حركة السكة الحديد، حتى الفلاحين طلعوا في الأرياف وخلعوا القضبان من السكك الحديدية. عندنا سنة 71 لما الطلبة، آلاف من الطلبة نزلت اعتصمت في ميدان التحرير بتطالب النظام وقتها ان هو يحرك موضوع سيناء، بيعترضوا على احتلال سيناء من 67 لحد 71. عندنا برضو في سنة 2008 6 ابريل 2008 الشباب الثوري اللي دعا لاضراب عام وشلل تام وعصيان مدني في الجمهورية كلها، ونجح بالنسبة طبعا. اقدر اقول ان العصيان المدني ارقى وسيلة من وسائل الاعتراض والعصيان، ولكن بلا عنف. القاسم المشترك الاعظم اللي لازم نطبقه ان هو بلا عنف، مفيش مولوتوف، مفيش بلطجيه، مفيش اي نوع من انواع العنف في العصيان المدني الناجح.